بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلب متابعيني وجمهور وفانزاتي في كل أنحاء العالم، هاي ويلكم ماي فريند. حبايبي عاوزة أقول لكم في اللي بحبكم، تعالوا بينا كده نخرج ونشوف احنا رايحين فين. رايحين طبعًا نجيب سمك، وقُلت بقى ناخدكم معانا في جولة وإحنا رايحين، خرجنا خلاص وهنجيب إن شاء الله النهارده هنجيب سمك. تعالوا بينا نروح عند بتاع السمك. النهارده زي ما أنتم شايفين كده حبايب قلبي، قُلنا نعمل هنعمل غدا سمك، وقُلت أشارككم معايا اليوم بتاعي، ونشوف كمان السمك وأجواء حلوة جدًا كل الناس بتحبها. رُحنا عند بتاع السمك كده، وقُلنا نشتري بقى سمك وهنشويه مع بعض عند الراجل بتاع السمك، بيبيع السمك وبيشويه وبيتبّله وكمان بيديه لِك متجهّز جاهز. هنشوف مع بعض كل ده. أهم حاجة حُط اللايك عشان اللايك بتاعنا ما بيكهربش، ويالّا شاهد الفيديو للآخر واعملي لايك وكومنت حلو من إيديك الحلوة دي علشان تشجعوني، وكمان أنا أشجعكم وقناتي تكبر بيكم وليكم إن شاء الله بإذن الله. وعاوزة أقول لكم في اللي باحبكم بتوحشوني من الفيديو للفيديو. هنجيب النهارده سمك بولت حلو كده، طبعًا السمك أسعار متفاوتة، في منه ب60 وفي منه ب70 وزي ما أنت عاوزة، والبوري طبعًا ب90 وب100 وأسعار متفاوتة على حسب ما أنت عاوزة. دايمًا بنحب السمك البلطي اللي هنشويه بيبقى وسط، ولا صغير ولا كبير، بيبقى وسط كده زي كل الناس ما بتاكل يعني. تمام. السمكة دي الصغيرة دي ب60 جنيه. شايفين قد إيه ب60 جنيه. إحنا طبعًا جبنا سمكة كبيرة شوية، هتشوفوها دلوقتي معايا وهي بتشوي وهاقول لكم هي بكام. تمام. بس تابعوا الفيديو للآخر، اوعي تروحوا في أي مكان تاني. يالّا بينا نشوف يومنا النهارده هيبقى إيه. ورُحنا كمان عند بتاع الخضار، هنجيب طبعًا لزوم السمك لزوم وبصل وخضار عشان السلطات طبعًا. ربطة البصل دي كانت ب5 جنيه. شايفين قد إيه؟ وب5 جنيه. وربطة الشبت والكزبرة دي ب5 جنيه. المهم دي كانت ب5 جنيه. شايفين قد إيه؟ فيها يا دوبك 3 بصلات ب5 جنيه. حبايب قلبي كده زي ما أنتم شايفين. فخلاص بقى جبنا السمك بتاعنا وجبنا الخضار، وجبنا كمان ربطة شبت وكزبرة. الربطة دي كمان كانت ب5 جنيه. الأسعار طبعًا الخضرة غالية جدًا، والحاجة طبعًا الله المستعان بالناس وربنا يسترها علينا. تعالوا بقى نروح نشوي السمك ونيجي. رُحنا بقى كده عند الراجل، هو نفس الراجل بتاع بياع السمك وبتاع الخضار كان جنبه. هو ده السمك يا حبايب قلبي خلاص، هو خلاص كده بيشويه. بيشويه طبعًا الكيلو ب10 جنيه بدل ما تقعدي بقى تشويه. هو الراجل بيبيع السمك وبيديه لِك مشوي جاهز. ولا بتحتاري، وبيغسلوه وبيضبطوه ويخلوه تمام وبيشوهوه لِك وبتاخديه جاهز متكيس جاهز. هنشوف كل ده دلوقتي. شوينا كده السمك وهو كده بيشويه في الفرن بتاعه في الصاجات. تمام. السمك دي اللي في الفرن ده يا جماعة من الكيلو ب70 جنيه. شايفين ده ب70 جنيه. وبعدين كده بتتبله، بتعملوا تتبيلة حلوة جدا وبتكيسه. هو ده ب70 جنيه. شايفين قد ايه؟ وب70 جنيه. الله المستعان بقى، الحاجة غالية والدنيا غالية. بس الناس هتعمل ايه؟ لازم هتاكل. تمام. يعني كده تبّلته وبتكيّسه وبتضبّطه تتبّله تتبيلة حلوة كده وبتغلّفه. وهنا كمان يا حبايب قلبي البوري كمان بالشوى أهوّنت. الكيلو البوري ب80 جنيه وب90 جنيه. تمام. تمام. هتخلّصوا طبعًا المكان نضيف جدًا وكل حاجة تمام. وكده اتشوى السمك وكيّسته وتبّلته زي ما أنتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي متابعيني وجمهور وفانزاتي، عاوزة أقول لكم في الله بحبكم وأصدقائي وإخواتي، بحبكم كتير جدا جدا، وفي الله إن شاء الله بإذن الله قناتي تكبر بيكم وليكم. وزي ما انتم شايفين كده بقى يا حبايب قلبي خلاص خلصنا السمك وهي كده الشوا والتبل وحطيناها في الشنط طبعا كده علشان خلاص مروحين. خلصنا بقى جبنا السمك والشوا وخلاص وهناخده بقى وهنمشي. وعشان بقى نروح نجهز الغدا بتاعنا. تمام. وكده بقى خلاص مشينا، روحنا تاني من جديد. وهنشوف يومنا هيفضل. خليكم معايا متابعين يومي كامل لاخر النهار. تمام. واوعوا تروحوا في اي مكان تاني، خليكم هنا معايا. تمام. الله المستعان. انا بقى كده كنت خلاص خدت السمك وروحنا البيت علشان نشوف الدنيا فيها ايه.
تعالوا بقى نجهز الغدا مع بعض وكده. هو بقى ايه الغدا بتاعنا؟ السمك اللي شويناه وعملنا السلطة وطبق رز والدنيا بقت تمام معانا. تمام، اتفضلوا بقى معانا بألف هنا وشفا. إيه، يلا بقى لقمة هدية، لقمة هنية كف مية زي ما بيقولوا كده. اوكي. وبعد كده ما اتغدينا وظبطنا الدنيا والحمد لله. تعالوا بقى نحلي بمج شاي وكيك كده، كيكة، قطعة كيكة وشاي كده، ونحمد ربنا على كده والصب بقى على كده. ده الغدا بتاعنا. طبعا عشاء ما فيش عشاء، ما بنتعشاش. تمام، الحمد لله انا ما بتعشاش. هو ده كان غدايا وتحليتي وبس، وقف على كده. ما باكلش حاجة بالليل طبعا عشان الرشاقة والصحة وكده، بس بناكل كل حاجة في وقت الضهر، انما بالليل ما باكلش حاجه الحمد لله. فيبقى جسمك صحي جدا جدا، وتبقي رشيقه وتبقى في منتهى الجمال لو عملت كده. كل اكلاتك تبقى في فتره الظهر، فتره الغداء والتحلية، فترة الغداء، وأثناء العشاء متتعشيش. تحسي نفسك رشيقة وخفيفة وحاجة كده. واو، يعني جمال كله تمام ان شاء الله. تعالوا بقى يا حبايب قلبي بعد كده ما خلصنا. الجو بقى كان برد جدا جدا والدنيا بقى برد، فقلنا ايه، عايزين ندفي الأرضية اللي بنمشي عليها. طبعا السيراميك متلج جدا، فبنفرش بقى حفظ يعني حاجات كده، اللي هي حافظة السجاد، قطيفة كده وتدفي المكان وبتدفي الأرضيات كمان زي ما انتم شايفين كده. لازم تعملوا الحركة دي علشان الجو برد جدا. لما بتمشي على السيراميك بتحسي كده ان هو بيلسع من البرد. فقلنا بقى نفرش الحاجات دي طبعا على السجاد علشان الأرضية تدفى وتبقى دافية كده وحلوة معاكي وانتي ماشية عليها. تمام. وتلبسي بقى لكلوك كده يدفي رجلك وتدفي نفسك علشان الجو برد جدا 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 بصراحة. تمام. تمام، زي ما انتوا شايفين كده فرشنا السيراميك بالدفايات دي. وتعالوا بقى نشوف عيد الميلاد ده. كان في عيد ميلاد بقى يا حبايب قلبي، بتاع ابن اخويا. فروحنا بقى علشان عيد الميلاد بتاع ابن اخويا وعملنا بقى العيد الميلاد ده. طبعا حاجة كده كانت تفرح، بس كده الدنيا حوالينا حاجة صغيرة على قد كده. فقلنا بقى تفرحوا معانا وتهيصوا معانا، واخدت لكم كده كذا لقطة كده في الفيديو علشان يعني طبعا عاوزة اقول له كل سنة وهو طيب، ويا رب تكبر وتبقى قدنا وكل سنة وهو طيب ان شاء الله. تمام. كان عيد ميلاد ابن اخويا، وزي ما انتوا شايفينها كنا عاملين حاجة كده عادية.